انا بس عايز افكر الناس بحاجه، لان في فيديوهات كتير قوي منتشره دلوقتي على مشروع الكازار وماونتن فيو والمشاريع الجديده اللي نازله دي. لو كنت حضرتك بتنسى فرجاء انا بفكرك، وعايز ابتدي معاك الموضوع من الاول بحاجه بسيطه جدا. وده عرف عام وشعار دلوقتي انا برفعه دلوقتي لاي حد عايز يستلم، او اي حد عايز يشتري، او اي حد بيفكر في بروسيس الشراء. من فضلك رقم واحد، شوف انا كنت بقول لك الديفلوبر نيم كريديبيليتي. من فضلك في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي رقم واحد، اطلع على اوراق الارض. يعني ايه قرار الوزاري بس وكارت الوصف بس والكلام اللطيف ده؟ لا. تصريح بالحفر والكلام ده؟ لا، مش ده بس، ده اللي معروف يعني. اسأل سؤال مهم جدا من فضلك، وهو الارض دي الديفلوبر واخدها شراكة مع حد، ولا واخدها بتاعته كاملة، سواء هو مكيشها او دافع 25% زي ما اي ديفلوبر بيعمل. لو مكيشها تمام، ادي اول خطوه عدتها، اطلع على القرار الوزاري واطلع على الكلام اللطيف ده كله. طيب لو مش لو مش لوحده، لو مع شريك، رجاء، انا مش عايز اجيب اسامي عشان انا مش طالع اعمل مشاكل. يعني انا مش طالع كمان ممكن يحل، يعني ممكن عنده مشكله انا هقولها دي يحل، فانا ليه اعري عيوبه؟ يعني ما هو ممكن يحل، بس لحد لما يحل وفي ناس شاريه مع اللي لسه ما اتحلش مشكلته ده دلوقتي. طب ما هو الناس بقى لها سنتين عقود ما طلعتش. في ناس ممكن تعرف من الجمله دي مين الديفلوبر، وفي ناس لا، مشروع في الساحل وديفلوبر ليه مشروع واحد في الساحل. خلاص. طيب ده ليه؟ عشان اللي انا بقوله لحضرتك ده يعني، وغيره من مطورين تانية على فكره يعني، مشارك جهه معينه في الدوله. لان زي ما قلت لك اراضي الدوله مش كلها تبع وزاره الاسكان، في جهات تانية بتمتلك الاراضي دي، فبتدخل شراكه مؤخرا مع المطورين. طيب شويه ده لو الصوره مش واضحه مع الشراكه التانية، لو مطور انت داخل تسال على الحاجات دي معاه ومشارك، طب ايه المشكله؟ مشارك، طلعت القرار الوزاري؟ لا، طالما القرار الوزاري ما طلعش يبقى اصلا المشاركه لسه فيها كلام، يبقى اصلا بنود المشاركه لسه ما اتفقوش عليها. ف بس كفايه كلام في الحته دي لحد هنا. طب انا ابتديت لك بالكازار ليه؟ ابتديت لك بماونتن فيو الكازار ليه؟ عشان ركز بقى معايا وافتكر واوعى تنسى. وخلي بالك بقى كويس قوي من فضلك بقى، خلي بالك بقى، يا خلاص انت المفروض يبقى عندك خبره من اللي حواليك ومن الناس اللي اشترت وتعثرت. تعالى بينا نقول ايه الموضوع. لا تقليل من اي ديفلوبر طلعت اتكلمت عليه. نادر الخزام ورؤساء مجلس الاداره اللي هم ناصف، اعتقد انجي ناصف، طبعا دول ناس محترمه جدا. وخزام ده يعني جيل الثمانينات وما قبل كمان عارف مين هم عائله الخزام، مثمني اراضي الدوله في مجلس الشعب، وعيله ليها يعني اي ارض في الدوله محتاجه تثمنها بتروح على طول على مكتب الخزام، ده مشهور جدا. من 22 لما ابتدى اسما كديفلوبر خزام، ده 22، وبعد كده تم تغييره في 24 او 23 لالكازار. لما حضرتك نزلت في 22 بحاجتين، بكريك تاون وبذا نورد الساحل، يا ريت الناس تفتكر معايا الكلام ده. حضرتك نزلت بنورد في الساحل الشمالي جوه المنطقه بتاعت القصر الرئاسي، فتصريح ما كانش فيه يعني تسهيل شويه بالنسبه لحضرتك، فاتقال امنيا حضرتك المشروع ده ما يبقاش فيه مشروع ساحلي ورا القصر الرئاسي. والناس اللي حجزت في نورد وسمعاني هتؤكد الكلام ده. انا يا جماعه مفيش حاجه بقولها الا لما اكون عشتها. خلاص. اتسحب المشروع بعد بيع 60 70% منه، وتعوض بارض ايه بقى؟ صافيه، مش ذا سي، ذا سي ده الجديد، ارض صافيه. فكان عندك مشكله في نقل ملكيات ارض نورد ورحت صافيه والكلام، يعني ما اعرفش حلتها ولا لا بصراحه، دي حاجه ما اعرفش، ممكن يكون حلها فبرافو، ممكن يكون ما يحلهاش وفي ناس متعثره فتمام. فاللي اشترى في صافيه، بص بقى اللي انا عايز اقول لك عليه، اشترى في صافيه مثلا السنه دي، راح نازل ذا سي السنه اللي بعدها بتسهيلات اكتر، باسعار ارخص. انا عايز اسال حضرتك سؤال، ايه استراتيجيتك
ده رقم واحد، خلينا نرد على السؤال ده بعدين. رقم اتنين، حضرتك كريك تاون من 22 حضرتك كنت ملزم تسلمه في 25 ابارتمنتس وفيلل. طيب انت حضرتك ليه مش عارف دلوقتي تسلم تسليم مبدئي للفيلات؟ والله اعلم ممكن النهارده يكون بيسلم تسليم مبدئي او من اسبوع، فخير وبركه تمام. بس هو مفيش تسليم حصل في هذا المشروع، والابارتمنتس انسى، يعني كعمارات وشقق انسى. انت داخل في بالكونستراكشن والبروجرس اللي هو ماشي بيها دي سنه سنتين. طيب لحد ما حضرتك ترد على السؤال ده، انت ليه متاخر من 22 اخرج من كريك تاون؟ مع انه مشروع حلو قوي والله، اللوكيشن حلو قوي، بس انت كنت دايركت على السويس، فتم توسعه طريق السويس الجديد، فاتاخد منك حته، فبقت التوين هاوسز او الفيلات على الميدان. معلش حاجه تزعل، بس معلش للناس طبعا اللي اشترت، المخطط العام اتغير. طب حضرتك عندك ذا فال، وعندك جلن، وعندك كريست، وعندك ستودا، وعندك ويست دايز في المشروع الوحيد اللي في غرب القاهره. عندك يعني بتوعك كلهم؟ لا. طب عندك يعني فاتح كله مره واحده؟ بيفكرني بمين او بيفكركم بمين؟ بالعملاق اللي مسكن 40 الى 50 الف اسره، ماونتن فيو، وليه باع في التشغيل وهو في ازمه دلوقتي. هو في ازمه عشان نفس النهج اللي كان ماشيه بيه ماونتن فيو من 3 4 سنين فاتوا: افتح مشاريع بيع، افتح مشروع بيع، افتح مشروع بيع، افتح 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 افتح، يلا يسحب بلاج، يلا الليفا كان متسعر غالي، يلا عندي مشكله في الانشاءات والكونستراكشنز ما عدا جريان لانه لازم يبنيه، و1.1 لاسباب تانية مش هعرف اقولها. فانت حضرتك متاخر يا ماونتن فيو. فانت يا الكازار نرجع له بقى. انت بتفكرني بهذا الموضوع. طيب فالناس بتنسى حضرتك لحد الان الكازار دي بادئه من 2019 خلاص كده، لو انا صح في التاريخ يا رب. يعني الديفلوبر ده بادئ في 2019، ما سلمش مشروع فشفت له سابقه تشغيل، ادي رقم واحد. نجح في براندنج اسمه برافو، طبعا ما حدش مبقاش يعرف الكازار بدون تشغيل وبدون صيانه وبدون ما نشوف حاجه. العكس صحيح، في تاخيرات وفي مشاريع بتتسحب منه وغيره. ستودا مش بتاعه، داخل بنسبه تسويق مع STM. ذا فال مش بتاعه، اللي هو عند اكاديميه الشرطه التجمع الاول. جلان شراكه اعتقد مع جهه برضو تملك الارض، هو لا يملك غير كريك تاون وكريست. فلما ينزل في الR4 ببارك سايت، انا والله لا يليق ان انا اجري واقول لحضرتك الحق مشروع من اول 4 مليون 200 ولا 4 مليون 500 في الR4 جنب بالم هيلز وجنبه. وانا باخد بالم هيلز ليه؟ هو انا بجيب اسم بالم هيلز وباتيو جيد ليه؟ انت مالك انت كمسوق عقاري كمان او كحد فاهم ريل استيت بتبيع هذا المشروع، انت ركز على بينيفيتس المشروع والديفلوبر. هو انا ينفع اقول سيلينج بوينت لافيستا باتيو جيد ان هو جنب بالم هيلز؟ لا، وانا مالي؟ هو لافيستا قوي اصلا، هو لافيستا جامد في الكونستراكشن والتسليمات والصيانه، انا مالي انا قال لك الموقع في الR4 سور في سور في بالم هيلز، سور في سور في الكبار. انت بتعمل كده ليه؟ بتقوي ايه ضعيف؟ ده بالنسبه طبعا اللي بيتكلم كده. فانت حضرتك بتنسى ان في تاخيرات حصلت من هذا المطور، وانه بيفتح مشاريع كتير، ده مؤشر لحد ذو خبره عنه في هذا التطوير العقاري ووقع في ازمه اللي هو ماونتن فيو. فده مؤشر وحش ان انا الاقي ديفلوبر نازل بثلاث اربع خمس اراضي مره واحده ويكون عندي كل ده في الديفلوبر. ليه؟ انت عارف لو بتعمل كده وقفلت مشروع وسلمته وقفلت مشروع وسلمته هقول تمام المنطق تمام، الراجل مسلم ومشغل. هنقعد سنين عشان نشوف تشغيله. يا جماعه اللي بيشتري، انا بكلم مين بس عشان بفكر الناس دايما، انا مش بكلم الزملاء ولا بكلم حد، انا بكلم المشتري.
حضرتك رد عليا المشتري دلوقتي، مش عايز ادخل في جدال في نقاشات ملهاش لازمه خلاص. وانا كل كلمه اعنيها، وكل كلمه لو حضرتك سالت نورايا هتتاكد ان هي موجوده في الموضوع. احنا مش داخلين نتمنظر على بعض ولا داخلين نديبيت في معلومات غلط، او انا بقول لك كلام حقيقي للي بيشتري مش لحضرتك التاني خالص. فاللي بتشتري حضرتك ما تسال الله، هو انت راح تحط شيك كده في اي حته وخلاص كجديه حجز يعني عشان السعر؟ ما انا قلت لك مصيده الاسعار مميته. خلي بالك حضرتك اللي لما تشتري دلوقتي في اللي انا بقوله ده، حضرتك اللي تيجي تقول السوق العقاري واقع وما بيبيعش، حضرتك اللي انا بكلمه ده السوق العقاري ما بيبيع. انا عندي وحده ما بتتباعش، شاريها من امتى؟ سنه، انسى مش تتباع. طب سنتين ثلاثه في النماذج اللي انا بقولها دي والله ما هتعرف تبيعها برضه، لان التسليمات والافتر سيلز ده عليه شغل كبير قوي، ده عليه عامل كبير قوي حضرتك. يعني ما ينفعش انا اتناقش معاك واقول لك خلي بالك وفكر وبتاع في لافيستا ولا في اي كيان، ده لافيستا عشان اللي في ذهني دلوقتي يعني، ولا في اي كيان معروف عنه، مش هتكلم معاك في الحته دي اصلا. طيب خلاص الكازار. فقبل ما احرق انا لا امنع، خلي بالك انا لا امنع سواء الزملاء تقول المشروع وتبيعه، طبعا كتر خيرك. لو تلاحظ يا زميلي انا ما قلتش بنفيتس المشروع، لان انا بتكلم في مبدا تاني خالص. المشروع اكيد ليه بنفيتس، اكيد اي مشروع ليه بنفيتس. طب يا كلاينت حضرتك انا مش معنى كلامي ده ان ما تروحش تحط شيك او ما تاخدش القرار او ما ابدا، واديني بقولها لك علني. حضرتك ذاكر اللي انا بقوله ده، اسال الكلام ده، وطبعا ليك كامل الحريه في ان حضرتك تاخد القرار مع الكازار او غيره. ماونتن فيو يا جماعه، مش ما بحبش اقول الكلام ده على الملأ يعني، بس ماونتن فيو انا يعني انا معروف انا في ماونتن فيو قوي من 2020 2021. ساعتها كان في البيك في الماونتن فيو، اللي هو لما تسمع الاسم يلمع في عينك. يا جماعه ما تنساش الازمه النفسيه والماليه اللي الناس وقعت فيها في بلاج، ووقع فيها في أليفا. ما تنساش ان كينجز واي هيتأخر. ما تنساش مشاكل سحب الارض والناس مش عارفة والناس بتلف حوالين نفسها. ما تنساش الكلام ده كله تحت بند ان ماونتن فيو نازله بالسعر ده. مش ممكن. الله، هل انا اقدر كواحد كل ده في السوق العقاري واحتكيت بكل مشاريع ماونتن فيو اقول لك افتر سيلز ماونتن فيو وحش؟ ابقى ما بفهمش حاجه. خطير. ماونتن، عد معايا: ماونتن فيو 1، ماونتن فيو اكزيكتيف، ماونتن فيو 2، ماونتن فيو اكتوبر بارك، ماونتن فيو جيزه بلاتو، ماونتن فيو السخنه، ماونتن فيو الساحل اللي اشتغل، راس الحكمه الثاني متاخر والثالث متاخر. الله، ده مسكن 40 او اكتر الف اسره، 40,000 اسره. ده راجل لما تخش مشاريعه تحس ان انت الديزاين بتاعه يعني هو واخد بيه براءة اختراع، يعني اللي هي منطقه ماونتن فيو اللي بره مصر يعني يونايتد كينجدم، واخد كوبي بيست وعاملها خطيره يعني كجرينير اريا وبتاع. طب انا بقول كده ليه؟ لان هو لكل ديفلوبر كبوه. يلا لو تسمحوا مني الساده الديفلوبر، هذا مش لكل جواد كبوه، لكل ديفلوبر كبوه، وماونتن فيو دلوقتي في كبوه. يا رب يفوق منها، وكيان كبير هيفوق منها كتاخيرات طيب ناس تقول لي ما هو خد قروض من البنك وخد كاش وهيبقى معاه سيوله. للناس الاقتصاديين او للناس اللي فاهمه الموضوع ده اعتقد ان ده مش حل، اعتقد يعني، او جايز انا اجهل هذا الموضوع فده حل، بس اللي في دماغي ان ده مش حل خالص كفوائد كمش عارف ايه يعني ككلام اللطيف ده. فحتى مشروع ماونتن فيو الجديد، كريك فيوز او كريكس فيو يعني، لا ارشح. يبقى انا لا ارشح حاجتين اهو دلوقتي، ده وده. اتفقنا كده؟ ملخص بقى سريع اللي انا عايز اقوله لك للفرصتين دول. خلي بالك مش المشروعين دول فقط، ده كونسبت عام لهذا المطور ده وده الفتره اللي جايه. عارف لو بكره لقيت الكازار عامل اوبننج في كريك تاون وعامل تسليمات
وقايل الابارتمنتس في الجداول الزمنيه هتتسلم او سلم بعض من الابارتمنتس، وهقول لك لا خلي بالك انا اول واحد اغير وجهه نظري خلاص كده. فده بالنسبه للكازار. بالنسبه لماونتن فيو خلي بالك هو في ازمه دلوقتي وربنا يطلعه منها، لان هو كيان قائم وكبير وقوي. طبعا اكسكلود طلع منه مشروع جيريان ومشروع 1.1، يعني قلت لك مبدا التعميم دايما مبدا خاطئ على اي ديفلوبر ليه سابقه. تمام كده، فانا اقصد ماونتن فيو. طيب خلصنا هذا الموضوع. الفتره اللي جايه بقى هيبقى في اناونسمنت على مشاريع مهمه جدا في الساحل الشمالي، مش جديده ولكن هناقش معاك الفيزز اللي نازله جوه كل مشروع بالمنطق كده بالسعر، بنعمل مقارنه سريعه وتبقى اب تو ديت معايا. انا عملت الفيديو ده كده سريع عشان اللونشز اللي موجوده بتاعه الكازار وماونتن فيو. ففكر من فضلك قبل ما تحط EUI. لو احتجت اي حاجه مش محتاج اقول لك ان رقمي موجود على الصفحه وهبكتبه لك على الفيديوز كلها، فاتشرف ان حضرتك تكلمني في اي وقت وتستشيرني اي وقت. شكرا جزيلا لحضراتكم ولوقتكم، ويا رب اكون يعني افدت.